اذكى حلاق شفته بحياتي، لدرجه ان حتى اليهال الاطفال خلاهم بدل ما يروحون الالعاب يجون هني الحلاق. يا جماعه تعالوا اوريكم شلون هذا الحلاق العراقي بفكره بسيطه فكر خارج الصندوق هني بكندا وينزر اونتاريو. يلا يا جماعه، اول ما تدش تشوف هالسيارات والالعاب هذه حق الطفل اللي راح تشغله عن كل حركه، راح يقعد ويسكت ويلتهي بهالالعاب والتلفزيون. هذا المكان ما شاء الله يجنن يخبل مثل ما نقول بالعراقي. كم صرفت عليه بالله عليك؟ احنا بدينا من الصفر، يعني هذا المكان كان ما بي لا حمامات لا تبريد لا شيء، بدينا من الصفر. رقم الاخير كم صرفت عليه؟ بين ال 135,000 الى 150,000 بس دولار. جزاك الله خير، جزاك الله خير. وهني انت لازم تعرف ما في شخص بالعالم هذا كله يصرف هذا المبلغ وهو ما يعرف شنو قاعد يسوي. للامانه هذا من افضل اماكن الحلاقه اللي دخلتها بكندا. انا ادري انها صعبه واحد يغير حلاقه، بس انت مو خسران شيء. جيب طفلك وتعال انت معاه وحلق عند ساوث باربر شاب وانت احكم عليهم بعدين. والحين قولوا لي، مو هذا اذكى حلاق بالعالم؟ ولا في كذي حلاقين بالدوله اللي انتم فيها؟ وقبل لا انهي الفيديو يا جماعه، هذا هني المصطفى تي تصفط تمشى هني على طول، هذه ساوث باربر شاب والعنوان لكم على الشاشه. لا تنسون تذكرون الفيديو هذا عشان تاخذون 20% اوف، او اذا انتم من اول 5 لكم 50% اوف. بالعافيه عليك، بأمان الله.